السلام عليكم. سيدنا آدم عندما خلقه الله عز وجل، أي عندما نفخ فيه الروح، عطس فقال الحمد لله، فأجابه رب السماوات والأرض: واستغفر الله وأتوب إليه، رحمك الله. السؤال اللي كنطرحوه اليوم واللي يعجز عنه العلم، أي يعجز عن تفسير الظاهرة، أي أن الإنسان عندما يعطس يتوقف القلب عن الاشتغال، أي يقف لهنيهات. فالعلم الحديث لم يستطع تفسير هذه الظاهرة ديال توقف القلب عن الخفقان لوقت وجيز، أي هنيهات، ثم يعود في الاشتغال أي في الخفقان. التفسير الوحيد المنطقي الشرعي الفقهي هو أن القلب عندما يتوقف عن الخفقان فأنت في ذيك اللحظة تقول الحمد لله، أي أنك تحمد الله عز وجل على أنه خلقك من ذرية بني آدم، تحمد الله على أنه خلفك في الأرض، ثم تحمد الله على نعمة الإسلام لأن سيدنا آدم خلق مسلما. فالعالم الغير المسلم سينكب شرحه على تفسير علمي منطقي، أي يعتمد على الظاهرة والتحليل والفرضية إلى آخره. لكن التفسير الحقيقي هو الذي نمتلكه نحن المسلمون، لأننا نعلم كيف خلق سيدنا آدم، أي أنه نفخ فيه الله عز وجل الروح فحمد الله فأجابه الله رحمك الله. داكشي علاش عندما يعطس المسلم يتم تشميته، أي ملي كيقول عندما يقول الشخص الحمد لله نقول له رحمك الله، فهو يجيب أصلح الله بالكم وهداكم، وأصلح الله بالكم وهداكم أعانكم الله.